بسم الله الرحمن الرحيم. يتوجه اتحاد علماء تركستان الشرقية باسم الشعب التركستاني بتحية إجلال وتقدير إلى القادة المجتمعين في كوالالمبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن إخوانكم من تركستان الشرقية، نتمنى لكم ولقمتكم التوفيق والنجاح، ولبلدانكم الأمن والرخاء. وبمناسبة اجتماعكم المباركة في كوالالمبور، نناشدكم باتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما يتعرض له مسلمو تركستان الشرقية دون مواربة أو هروب، لأنكم أنصار المظلومين في كل مكان، وأنكم تتخذون موقفا ضد الظلم والعدوان. وقد حان وقت الصراحة والوضوح تجاه الصين وما تمارسه من إجرام بحق مسلمي تركستان الشرقية، لأن الصين كما هو معلوم لديكم تمارس أبشع جرائم العصر من انتهاك للأعراض وحبس بالملايين وفصل بين الأبناء والأمهات وتشريد للآلاف وحرق للمصاحف وهدم للمساجد وقطع الأواصر بين الداخل والخارج. ونناشدكم بممارسة الضغوط على الصين لإغلاق المعسكرات وإطلاق سراح المعتقلين وإعطاء الشعب التركستاني حقوقهم الإنسانية. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.